مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن، كشفت مصادر الأخيرة بأن تطورات قد طرأت داخل مكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف بخصوص ملف مدرب الجزائر الجديد، والذي كان ينتظر أن يكون البرتغالي كارلوس كيروش، الذي اقتربت المفاوضات معه من نهايتها، غير أن الساعات الأخيرة عرفت أحداثا لم تكن متوقعة. ودخل وليد صادي، رئيس أعلى هيئة كروية في البلاد، في مفاوضات سريعة مع وكيل أعمال البرتغالي كارلوس كيروش، والذي وتراجع صادي عن إكمال المفاوضات مع كيروش الذي كان يحتل المركز الأول في قائمة خياراته ليكون مدرب الجزائر الجديد، وذلك بعد النصائح التي تلقاها من العديد من الأشخاص الذين يعرفون المدرب البرتغالي جيدا، والذين أكدوا لصادي بأنه قد يكون خيارا غير مناسب بسبب سنه ومروره بجانب الحدث في أكثر من تجربة مع مختلف المنتخبات، وهو الأمر الذي استمع إليه رئيس الفاف وجعله يتريث قليلا قبل الحسم في هوية المدرب المقبل. وحسب معلومات حصلنا عليها من مصادر الخاصة، فإن وليد صادي رئيس الفاف، وبعد أن غير رأيه بخصوص كارلوس كيروش، فهو يفاضل حاليا لمنصب مدرب الجزائر الجديد بين المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو والكرواتي السويسري فلاديمير بيتكوفيش، اللذين يراهما أفضل من بقية الأسماء التي تم اقتراحها على الاتحاد طوال الأيام الماضية. وأوضحت مصادرنا بأن الفاف جهز الاسم الموالي الذي سيتم التفاوض معه في حالة عدم التعاقد مع بيسيرو، ويتعلق الأمر بفلاديمير بيتكوفيتش المدرب السابق للمنتخب السويسري ما بين عامي 2014 و2021، والذي كسب أسهما كبيرة في ترتيب الاقتراحات بسبب الأصداء الإيجابية التي وصلت الاتحاد الجزائري عن طريقة عمله المتطورة. ختاما المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.